عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده رجعنا لموقع التصوير بتاعنا تاني. قلت اما اغير شويه عن الايديتنج اللي كنت بعمله قبل كده. آم، النهارده السؤال ابني بيعمل مشاكل في المدرسه. بصراحه جالي سؤالين. اول سؤال، ابني بيضرب الاولاد. تاني سؤال، ابني بيتضرب من الاولاد في المدرسه. الموضوع كله بيدور حول يعني نقطة واحدة، اللي هي مشاكل الأطفال في المدرسة. طبعا كلنا أمهات، مش كل أولادنا يعني بيتضربوا في المدرسة. في الضارب وفي المضروب، اللي هو المصدر العنف واللي بيقع عليه العنف. هنتكلم أول حاجة على الطفل اللي بيضرب في المدرسة. بيني وبينك كده، لو ابنك بيضرب الأطفال في المدرسة يبقى هو بيتعرض لعنف في البيت او في الاسره عامه. يعني هو بيتعرض لعنف من حد معين، وعلشان كده هو بيطلع العنف ده على الاطفال. غالبا بقى هو هيكون بينقي الاطفال اللي اصغر منه، اللي مثلا يعني هو حاسس انه مثلا طفل اقل منه في الجسم، فهو بيستقوى عليه بقى وبيطلع عليه العنف اللي هو بيستقبله منك او من البيت، وبيطلعه على الاطفال التانيين. طيب اعمل ايه؟ اول حاجه، حاولي ان انتي كده تراجعي نفسك وبلاش عنف، لان العنف ده دايره مفرغه، وفي يوم من الايام ممكن يطلع عليك انتي في الاخر. يعني ان كنت انتي بتضربي ابنك، ان كنت انتي عنيفه معاه او ابوه عنيف معاه، حاولي ان انتي تتخلصي من العنف ده، لان نتائجه واثاره السلبيه بعد كده سيئه جدا، ومش هتبقي مبسوطه بعد كده. حتى لو كنت انتي دلوقتي بتضربيه ويقعد ساكت، هيجيله يوم من الايام يبقى مراهق وما عدتش هتعرفي تسكتيه. تاني حاجة لازم ان هو دايما تعودي اولادك ان هم يصلحوا الحاجة اللي بوظوها. يعني ابنك لو بهدل الدنيا تخليه هو اللي يلم الالعاب. ابنك لو مثلا وسخ المكان اللي هو موجود فيه، هو اللي ينظفه، وهكذا. لو هو ضرب ولد معاه في المدرسة او زعل حد، لازم تعلمي اولادك ان هم يقولوا انا اسف. لو غلط معاكي تقول لازم تعلميه يقول انا اسف. لو غلط مع اخواته يقول لاخوه او اخته انا اسف. انا اسف دي كلمة مش موجودة في المجتمع من الاصل. ليه؟ لان الامهات معلموش اولادهم ان هم يقولوا انا اسف. فاحنا بنحاول نصلح المجتمع من خلال يعني اصلاح التربية نفسها. تاني حاجة، حاولي كده ان هو لو عنده حصالة، ان انتي مثلا تاخدي منها ولو 5 جنيه، ان هو يروح يشتري للولد التاني ده، حتى ولو شوكولاتاية، يروح يقوله انا اسف، ويقوله دي هدية مني ليك، واتمنى ان انت تسامحني. خلاص، ده اول شق بالنسبة للطفل اللي هو بيبقى معتدي او هو اللي بيضرب. بالنسبة للطفل اللي بيبقى مضروب، وده يعني كتير مننا، او ممكن تكون تجربة شخصية حصلت لي انا نفسي، يعني ان اولادنا بيتعرضوا لضرب من اطفال تانيين، ممكن يكونوا اطفال اكبر منهم، اللي هم الطرف احنا اتكلمنا عليه في الاول. اول حاجة يعني ممكن تكون الخلافات بين الاطفال يعني ايه طفولية كده، يعني بيبقى سبب مثلا قلم الرصاص، بيبقى سبب حاجة تافهة قوي. يعني في الاول اول مرة ما تكبريش المشكلة. تاني مرة، لو انتي بقى لقيتي ان هو بقى هيشتغل، وبقى مثلا او في طفل معين مثلا مستقصده او واخده اشتغاله بقى، لا انتي لازم هنا بقى تتدخلي وتحسسي ابنك ان انتي واقفه في ظهره، وتحسسي الطرف التاني اللي هو بيعتدي عليه ده ان الطفل ده مثلا ليه حد يحميه. ان انتي مثلا ممكن تروحي المدرسه وتتفاهمي مع المس بتاعتهم في الفصل، او المشرفه بتاعت مثلا الفسحه، لو كان هو مثلا من فصل تاني وبيضربوا في الفسحه او كده، لازم بقى انتي تظهري في الصوره بطريقه معينه. بس في هنا نقطه خلاف. انا هقول لابني اضرب اللي يضربك، ولا هقول لابني روح اقول للمس؟ هنا هنفكر في نقطتين. لو انا قلت لابني اللي يضربك يضربه، دي كانت نقطة خلاف بيني وبين جوزي.
بس هتتفاجئوا لو انا قلت لكم ان مش انا اللي كنت بقول له روح قول للمس وليه بتعمل كده. يمكن جوزي متسامح عني شويه. دي كانت نقطه خلاف، بس انا وصلت لحل وسط يعني. انا هقول لابني اضرب اللي يضربك، واخليه انسان عنيف، وخليه بلطجي بقى ويعتمد على الضرب في حياته. بس برضو دي ليها ميزة، ان انا بخلي الطفل يعرف ياخد حقه، ما يبقاش انسان مظلوم، وما يبقاش عايش طول حياته ان هو المظلوم الخانع الخاضع اللي الناس بقى تركبه بعد كده ويبقى شخصية ضعيفة. ولا اقول له اللي يضربك روح اقول للمس، وغالبا اصلا المس قدامها 60 عيل في الفصل، فهي مش هتسمع حد اصلا، وغالبا يعني مش هتجيب له حقه. ولا واسيبه بقى يتضرب بقى، والعيل التاني يتعود ان هو يضربه ويبقى بقى ملطشه. في حل وسط، ان انتي من الاصل لازم تعلمي ابنك رياضه. الرياضه بتربي في الطفل ان هو روح الشجاعه كده، ان هو يقدر يدافع عن نفسه. الرياضات اللي هي مثلا بتاعت الدفاع عن النفس، كاراتيه، تايكوندو كده، بتعلم في الكتات. في الكتات في حاجات هو المدرب بيعلم الاطفال ان تخيل ان قدامك حد وهمي، وان الحد ده واقف اهو، ممكن يقلبك بايه، بحركه في رجلك يوقعك، ممكن يهاجمك كده، انت هتعمل ايه؟ في حاجه في الكاراتيه اسمها كوميتيه. كوميتيه ده بيكون طفلين قصاد بعض، وبيمثلوا ان هم ايه، يعني في خناقه مثلا او كده، وكل ما حد مثلا بيلمس بطريقه معينه بياخد نقطه. دي هي رياضه الكاراتيه. الكاراتيه اصلا يعني اليد الفارغه، يعني مش بتعلم الطفل ان هو يدافع عن نفسه من غير ما يكون في ايده حاجه. فاقل حركه ممكن الطفل يتعلمها ان هو يصد. انما يعني خلي بقى مثلا المدرب بتاعه يعلمه لو انت حد جاي يضربك هتعمل ايه، هتحط ايدك كده علشان تمنع ان هو ايده تيجي في وشك، او ان رجله تيجي عليك. في حركات معينه كده بيتعلموها. فاول حاجه ان انا اعلم ابني ان هو يكون متسامح، بس يكون متسامح وهو في مصدر القوه، مش يكون متسامح واقول له سامحه وتصالحه وانت مضروب. لا، لازم يتعلم ان هو يدافع عن نفسه. ان انا اتضربت مره او اتنين، او ولد اكبر مني عرف يضربني مره او اتنين، المره التالتة انا اتعلمت وعرفت ان انا اصد وادافع عن نفسي. ان الطرف التاني تمادى ان هو يضربني، انا برضو يبقى عندي روح ان انا اقدر اخليه يخاف مني بعد كده، ما عادش يجي يضربني. بعد كده بقى، بعد ما اقدر ادافع عن نفسي، هنبدأ بقى نبحث مع بعض ايه السبب. طبعا هو يكون سبب طفولي لأقصى درجة يعني، وهم غالبا الأطفال دول بيتصالحوا بعد كده وبيبقوا أصحاب يعني. بس زي ما قلت لكم كده، اهم حاجة ان الطفل يتعلم ان هو يدافع عن نفسه. تاني حاجة بقى ان احنا بقى نعلمه المفاوضة. طب هو انتوا عملتوا ايه مع بعض؟ طب وده سبب ان انتوا تشكلوا مع بعض؟ لا، طب صالحوا بعض. طب الطفل اللي هو زي ما قلت لكم المعتدي، او اللي هو بدأ الخناقة، او هو اللي ضرب، يجيب له مثلا هدية، انتوا اخوات، انتوا هتبقوا صحاب كده. يبقى انا اعلم ابني يبقى متسامح، بس امتى؟ بعد ما يعرف يجيب حقه، بعد ما يعرف يدافع عن حقه، بعد ما يعرف يدافع عن نفسه، ما يخليش حد يضرب. بس هو ده الحل اللي انا توصلت له. مش هقول له اللي يضربك يضربه، ومش هقول له روح قول للمس والمس هي اللي هتجيب لك حقك. بس هي دي كانت تجربتي في ان ابني اتضرب في المدرسة، او ان طفل تاني يتعدى على ابني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. لو الفيديو عجبك اعملي لايك، لو اول مرة تشوفي القناة اعملي سبسكرايب، واعملوا شير للفيديو علشان اصحابكم يعرفوا القناة. واللي بطلب منكم طلب، اللي كانت كاتبالي اي سؤال في فيديو تاني، بعد اذنك معلش يعني ممكن تكتبوهم كلهم في التعليقات الفيديو ده، لان كان عندي مشكلة في تعليقات اليوتيوب، كانت متعلقة عندي. وان شاء الله باذن الله كل سؤال او سؤالين هعمل لهم فيديو في الايام الجايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى في نشاط في القناه الايام الجايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.